السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم بفيديو جديد. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. كنقول لكم عيدكم مبارك سعيد. المهم هاد المره كنحس براسي بانني مجتهده قدرت ننزل فيديو شويه على بكري. اول حاجه غادي نبدا معكم بهاد الحلوه، كتجي الصراحه سهله، سهله بزاف وكتوجد بسرعه. هنا بالنسبه للمقادير عندي كاس ديال الطحينه، وكاس ديال الزيت، وكاس ديال السكر بودره، ونص كاس ديال الزنجلان كيكون من طبيعه الحال مغسول ومحمر واحد شويه، يعني ما كتحمروش بزاف باش كيزيد يطيب مع الحلوه. هنا بالنسبه للدقيق عندي 4 الكؤوس، يقدر يهز لكم 3 الكؤوس ونصف، يقدر يهز لكم 4 الكؤوس. المهم نتوما كتشوفوا القوام ديالها في الاخر. وعندي خماره من وزن 10 غرام. هادو هما المكونات فقط اللي في هاد الحلوه هذه، اولا هادو غريبه. المهم هادو غريبه ما فيهاش المقادير بزاف، وباش زوينه انها ما فيهاش البيض، يعني كتبقى معكم واحد المده كثيره. شفتوا هنا كيبان لكم القوام باقي خفيف. كتزيدوا شويه ديال الدقيق. المهم ما غاديش تفوت لكم 4 ديال الكؤوس ديال الدقيق. المهم الكؤوس اللي كنعبروا بهم دائما هما ديال العنبه. هنا كندير كويرات، الا بغيتي تعبروهم كديروا 22 غرام، هو القياس اللي كيجي زوين، اولا 24. صافي كنكورهم هكا، كنحاول ما امكن انني نديرهم نفس القياس، وكنحطهم في الطاوه. صافي هنا بالنسبه للناس اللي عندهم الفران ديال الضو، انا كنحطها في الطبقه اللي الوسط، يعني ماشي الفوق وماشي لتحت بالمره. هنا غادي ندير واحد الشكل اخر بالنسبه اللي عند الوليدات وكتبغيوهم ياكلوا السمسم اولا الزنجلان، فهي نفسها ديك المقادير اللي بقات ليا، يعني الكميه اللي بقات ليا. كناخذ ابيض البيض وكندوز فيه هاد الحلوه هذه، وكندوزها في الزنجلان. على فكره الا ما بغيتوش تستعملوا البيض بصفه نهائيه، هي حيت فيها الزيت وفيها الطحينه، فراه ما يحتاج انكم ديروا ابيض البيض. كدوزوه مباشره في السمسم وصافي، وكتخليوها طيب تقريبا كتاخذ واحد 20 دقيقه. غير وكان خصكم تردوا معها البال، لانها دغيا كطيب هاد الحلوه هذه. وخليتها حتى بردت تماما، يعني حيت هي كتبقى هكا كتجي مرمله، فما تقيسوهاش، خليوها حتى تبرد. انا خليتها وصايبت الفقاس، غادي تشوفوا معايا، خليتها حتى بردت. هنا راه درتها في هاد المنظمات حتى من بعد، يعني حتى بردات. هنا بالنسبه للفقاس كيجي رائع الصراحه. هذا الفقاس هذا كديروا 3 البيضات. عندي هنايا 3 البيضات ديال 3 البيضات عفوا. وعندي كاس ديال السكر من وزن 150 غرام. وعندي قبصه ديال الملح وشويه ديال النافع. انا درت النافع ودرت حبه حلاوه وواحد شويه ديال القرفه. وعندي نصف كاس ديال الحليب، وجوج ملاعق من ماء الزهر. من طبيعه الحال ماء الزهر الا ما كانش متوفر بامكانكم ديروا الزهر ديال الساشيه. وعندي نصف كاس ديال الزيت. درت غير نصف كاس، بغيتو ديروا كاس لاروب كيبقى لكم الاختيار، ولكن انا درت غير نصف كاس راه كافي من طبيعه الحال. وجمعتها بالدقيق. الدقيق يقدر ياخذ لكم 5 ديال الكؤوس، يقدر ياخذ لكم حتى 5 ونص حتى 6، يعني على حسب الدقيق ديالكم. راه كتشوفوا يعني داك العجينه ما كتبقاش تلصق هكا في يدكم. صافي راه كيكون القوام ديالها هو هذاك. هنا بالنسبه للكميه فرقتها على 2 ديال الحرابل فقط، لانني غادي نعمرو هكا بالجوز وبال وباللوز. فدهنت هكا بشويه ديال دبس الخروب وصفار بيضه، حيت ما كنستعملوش النسكافيه سبق لي وقلتها في الفيديو اللي فات، ما كنشريوش القهوه سريعه الذوبان. فاستعملت دبس الخروب او دبس العنب. البنات اللي متوفر عندكم هنايا راه كيكون دائما كيستهلكوه. اللي عنده قهوه سريعه الذوبان من طبيعه الحال راه هي معروفه. صافي دهنت هاد الحرابل هادو بجوج بهم هكايا. كتسدوهم مزيان باش ما يخرجوش منهم دوك المكسرات. ضروري كتسدوهم مزيان، وملي كتكونوا كتروليوهم تحاولوا ما امكن هكا ملي تحسوا بديك اللوز او الجوز هكا قايساكم في يدكم، تحاولوا ما امكن انكم هكا تدخلوها. وصافي دخلت هذا الفقاس هذا يطيب. الصراحه كيجي رائع. دائما الفقاس كنخلي واحد شويه الباب مبسم ديال الفران من طبيعه الحال، وكنخليه يطيب على خاطره. هنايا راه كنت غادي نشارك معكم المسمن ولكن ما خلانيش الصراحه ولدي. صورت وكل شيء، ولكن ما خلانيش نكمل، فما قدرتش انني نكمل الفيديو ديال المسمن. كنت كنسجلو. هنا نتوما كتشوفوا حطيت الفقاس كيطيب هكايا الوسط، ومن بعد طلعته شويه الفوق ودرت الكميه الثانيه لتحت.
هنايا المهم ضروري من الكسوه. هنايا خديت هاد الحويجات وخديت الرايه. هنا كتشوفوني كنوجد، علاش؟ لان دائما ملي كنبغي هكايا نخرج ضروري كنوجد الحوايج اللي غادي نحتاج، خصوصا ديال الاطفال. ضروري خصكم تاخذوا الزياده، لان يقدر يرجع، يقدر هادي ضروري. الهدف من هاد اللقطه هذه بالضبط ضروري ديروا بحساب الوليدات، ضروري تهزوا معكم الحويجات هكا زايدا. شفتوا انا راه هزيت لبستو لبيسه وحده وهزيت جوج معايا، وعاد دوك الباديات اللي كيكونوا لتحت هادو كنهز 3 معايا تقريبا. وهادو الحوايج اللي كنحتاج، يعني اللي كنحتاجهم بمجرد ما كنخرج. هذيك الثوب ديال اللي خاص بالرضاعه، وداك الثوب اللي كنحط هكا على كتفي من بعد الرضاعه، وهذيك الرياقه راه خديت منهم هكايا 3 كتلصقوا فيهم هذوك ديال التسنين هكا باش ما كيبقاوش يطيحوا ليهم. الصراحه كنت خديتهم انايا غير الرايه، كنت خديتهم غير من المحلات، ولكن هاد المره ما لقيتهمش وخديتهم اونلاين. هنايا لبست رايه. المهم راه كان صايب كلشي تحت التهديد. راه هاد الفيديو 3 ايام وانا باغا نمونطيه وما كتبش مع الاسف الشديد. فهنايا راكم عارفين داكشي، يعني ضروري كيكون دائما. حطيت هكايا وريتكم هاد الجبن بالنسبه للاخوات اللي هنا كيكون زوين، ما كيكونش فيه الماء. هذا كيكون بحال الشكل ديال الجبن المبشور، غير هو كيكون الصراحه بنين، يعني مختلف على داك اللي كيكون هكا. وريتكم هذا هذا الصراحه ما كيجينيش فيه شي بانه، ولكن بنتي كتبغيه. ولكن هذاك اللي وريتكم الاول بالنسبه للاخوات اللي هنا الصراحه راه زوين بزاف. وهنايا عييت نحاول انني زعما نصور كننزل الطبله وداكشي ديال العيد. ولكن ولدي ما هنانيش سبحان الله. عرفتوا حتى ساليت التصوير عاد جلس كيلعب وكأن شيء لم يكن. هنا راه كنت بغيت نشارك معكم الصراحه حتى البغرير. سجلت واحد الفيديو باش نوري الاخوات الدقيق اللي كنستعمل، ولكن ما كتبش انني ننزل كل شيء، لان الصراحه كنكون باديه كنصايب شي حاجه ومع الاسف ما كنكملهاش. هنا بالنسبه للاضحيه ما صورتش هذيك الاجواء، لان الصراحه كيف كتعرفوا يعني الناس في المغرب هذا العام كان العيد ممنوع، فحاولت انني ما نصورش بصفه نهائيه الاضحيه. هنا كيف كيبان لكم راه ما كاينش الزوج ديالي، لانه كيمشي بكري، يعني كيمشي تقريبا مع ديك 6 هكاك ديال الصباح، باش يلاه كيجيب الاضحيه ديال العيد كيجيبها هكا شويه بكري، يعني مع ديك 8 ونص. كيف هو معروف راكم عارفين هنا ما كاينش الاضحيه في العيد، يعني في الدار ما كيذبحوش في الدار، فكيمشي للبلاصه منين خديناه كيجيبها من تما. المهم هنايا راه الصراحه كنت بغيت نشارك معكم بغرير كيجي رائع، ولكن ان شاء الله نشارككم معكم فيديو اخر. هنايا راه صورت هذه اللقطه حتى الاخر، لان ما خلاونيش ما هناونيش. غادي نشارك معكم هذه الجليبه. هذه كنت صايبتها على اساس غادي نخرج بيها من المستشفى فاش ولدت، ولكن انا ولدت ولاده مبكره 2 الاسابيع، فهي جاتني حتى من مور الولاده. يعني ارسلت الاخت ديالي ديك الدره شريتها من هنا ورسلتها لاختي، واختاريت اللون ديال الجلابه، جات هي صايبتها لي الله يجازيها بخير. وخديت الالوان اللي في الدره هما اللي خدمت بهم هكايا بالراندا. الصراحه جات رائعه. ما لحقتش انني نصور هكا لقطات اكثر، ولكن ان شاء الله نعاود نشاركها معكم في فيديوهات قادمه. انا بالنسبه للجيب انا عندي ضروريين. واخا كيقول لك كيبقاو كيبانوا، ولكن انا الجيب كيعجبوني كيجيو مغطيين ومستورين. المهم كنتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم، ونتلاقاكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.